للاسف اتفرجت على اول حلقه من مسلسل بيت بابا لمحمد انور، فتعالى اقول لك، هل المسلسل فعلا كان زي توقعاتي ولا طلع حلو وفاجئني زي ما انا متوقع بالظبط؟ يا جماعه المسلسل بجد سمج، يمكن ده اكتر لفظ محترم عرفت اقوله. واتمنى لو حد من الصناع بيتفرج ما ياخدش الكلام على محمل الجد، انا بتكلم عن المسلسل مش عليكم كاشخاص. الحلقه الاولى ما هي الا حلقه بتقدم لك الشخصيات وبتعرفك مين فين ومين بيعمل ايه وايه دور كل دول. يعني تقديمه شخصيه محمد محمود، شخصيه ناظر المدرسه، اكتر تقديمه قديمه وكليشيه واوفر في التاريخ. التقديمه بتاعه الناظر دي مستهلكه من فيلم الناظر بتاع سنه 2000، يعني عدى عليها 26 سنه ولسه بتتعمل بنفس الشكل. لكن لو جيت رجعت للناظر وقارنتها بالمسلسل ده، لا الناظر احلى بكتير وبيضحك طبعا. كمان يا جماعه مشهد انتصار عند الثيرابيست، المشهد ده صعب وانتصار عملت فيه حبه رياكشنات، اقسم بالله انا ما قدرت، انا مش قادر. الاداءات التمثيليه من محمد انور ومريم الجندي كانوا في العادي منه خالص. في الاخر انا ما استمتعتش ابدا باول حلقه، وكمان هي كانت حلقه طويله. ويمكن اكتر حاجه كمان مقلقاني ومش مخليني متحمس ان انا اكمله ان المسلسل 50 حلقه. فلو انت شفت الحلقه الاولى من مسلسل بيت بابا اكتب رايك تحت في الكومنتات واعمل لايك وفولو وشير وبس كده.